السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الحقيقة جنة. اليوم درسنا احنا عن البخور بس شوية مختلف عن الطبخات السابقة. هنا ضفنا السكر، الكيلو السكر على ربع كمية السكر مي. صلحت 4 كاسات سكر وكاسة مي، وعادة ما دب شو في بقايا بالوعاء الطبخة القديمة. الآن نضيف المسك الحجري، وعاد الآن لصيت النار، يعني عاد حتى ما دبش السكر ولا المي، ونمزج شوية بالمعلقة. نضيف باقي المنكهات الجافة اللي هو الهيل العادي والهيل الحبشي والقرنفل وجوز الطيب. طبعا هذا اختياري، هي مجرد نكهة نفس الفانيلا بالطبخات العادية. ونحرك نمسكهم شوية، هو أصلا كله بيدوب مع بعض ويمتزج. نضيف لدنة أو خضاب، أنا هنا ضفته خضاب في بداية الطبخة. نضيف الخضاب، نحاول نخرجها من الكيس لأنها لبص بالكيس. نضيفه هو نفسه على فكرة بيدوب مع النار، مع الحرارة بيمتزج مع بعض البعض. نضيف الحواكات في هذه المرحلة اللي هو 3 وقيات عود، ووقيتين دقة عود، وعفص مطحون. العفص طبعا اختياري، بعضهم ما يضيفوش. أنا أحب أضيف للبخور بحدود معلقة أو معلقتين، لبعض يضيف نص وقية أو ربع وقية على حسب اختيارك. نحاول نمزج العود مع دقة العود، وضفت العفص شي كيف يمتزجوا مع بعض ويتداخل، يعني اللبن أو الخضاب مع المسك يدخل مع العود تماما. وعاد الآن بدأ يفور، شوف ركزوا إن عاد الآن بدأ الفوران للسكر. يمتزج كل العود مع دقة العود مع المسك مع اللبن مع المنكهات الجافة اللي هو الهيل العادي والهيل الحبشي والجوز الطيب والقرنفل كمان. ونخلط شوية شوية عشان يمتزجوا كلهم مع بعض ويتداخل العود. طبعا العود على حسب ميزانيتك، على حسب ما تحط العود نوعية حلوة أو نوعية وسط. ونضيف في باقي العفص ودي الأشياء. هنا ضفت عود النبيل لداخل الأقراص، أو ممكن نعمل مبسوس أو أي عود معطر. هنا بدأ فوران. كمان بالبداية ضفت الضفرين، لا تنسوا. هنا نركز نعمل اختبار نضوج السكر بعد ما جزع كده حق ربع ساعة 10 دقايق. نعمل اختبار، شو نركز على الاختبار هذا كيف كان. نوزع الحرارة على الصحن، شوفوا عادة صح انه جماد بس عادة. نخلي شوية كده 5 دقايق. نعمل اختبارات تانية. هنا ضفت العفص اخر حاجة علشان الدخان كمان. ونضيف باقي المكونات كامل حق البخور. بنزل له كمان المكونات، قد نزلتها من قبل بس بعد ما بزيد انزلها. الادوات، نعمل اختبار الان. ناخد شوية من السكر وباقي المكونات طبعا، بس هذا عشان نوزع الحرارة نشوف نضوج البخور. نرجع بخور في السكر. نعمل اختبار نوزع الحرارة بالصحن. نحاول نوزع الحرارة، نحرك يعني باش شيء عشان توزع الحرارة وتشوف إذا جمد سريع أو عادة ما جمدش. إذا جمد يعني الطبخة ناضجة، إذا ما جمد يعني عادة يحتاج نضوج. طلع عادة ما جمدش 100%. عشان كم مرة أعمل اختبار عشان أوريكم كيف الاختبار حق السكر. الآن جلست كده 5 دقايق وعملت اختبار ثالث أو رابع حتى عاد حتى 10 اختبارات. شوي كيف نوزع الحرارة شوية، يعني نبرد كأنه السكر. شوي كيف نتأكد الآن هل هو جمد أو لا. يا رب يكون واضح لأن أنا أصور بيدي. شوي كيف جمد، بس عاد شوي أتأكد. شوي كيف رجعت قطعة واحدة، وحتى اللون حقه تحول لأنه فاتح أفتح من دي. يعني هذا دليل إن البخور ما شاء الله تبارك الرحمن ناضج. ننتظر كده دقيقة أو دقيقتين عشان يعني تأكيد إنه نضج، بس ما تأخرش كتير. نضيف المتبلات السائلة اللي هم مسك الساقع والعنبر الرمة والوردي. وممكن نضيف في هذه المرحلة العطور
نص كمية العطور، والنص التاني بالصحون. بس أنا أفضل إنه ما نضيفش العطور كتير للطبخة وعلى على النار. نمسكهم كامل ونقرأ طبعا بهذه المرحلة، نقرأ قرآن، نذكر الله ونصلي على النبي. اللهم صل على محمد وعلى سيدنا محمد. نمسكه كامل ثم نضيفه للصحون. الصحون اللي فيها عود النبيل أو مبسوس. ننتظر شوية لما يجمد تماما ونتأكد ان القرص ما شاء الله تبارك الله نضج وخرج اللي. بس نحاول بهذه المرحلة تكون سريعة نخرج من الدس للصحون، لأنه بسرعة ما شاء الله تبارك الله يجمد. فنضيفها للصحون اللي فوق العود النبيل أو مبسوس أو أي عود معطر. ننتظر لما